المنتخب الوطني الجزائري ليس على صعيد النتائج وإنما على صعيد الأداء، لأن المتابعين من إعلاميين ورياضيين ونقاد أجمعوا على أن أداء المنتخب الوطني كان باهتا. هل هذه المخرجات سنراها على أرض الواقع في أكتوبر المقبل؟ إن شاء الله يكونوا كاين تغييرات، باسكو المقابلتين اللي فاتوا ضد بوتسوانا ولا ضد غينيا نظن المستوى فيهم كان المستوى الفني كان باهت لدرجة كبيرة. نظن لهذا راجع الأمور كثيرة، منها تغيير اللاعبين، منها قيمة اللاعبين الفنية، لأن بعض اللاعبين قيمتهم الفنية نقصت بكثير مقارنة بالأسماء تاعهم. لذلك تعامل المدرب كذلك مع نفس التشكيلة في من اللي بدا تقريبا، معليش يقدر يتعامل مع نفس التشكيلة، ولكن يرضخ إلى مستوى اللاعب في النادي تاعو ولا في المنتخب. إذا كان في النادي تاعو ولا في المنتخب ما يأديش بالطريقة اللازمة، كاينين لاعبين ينشطوا في نفس المراكز يقدر يجيبهم ويقدروا يلعبوا. لذلك ماناش في حقل التجارب، ولكن كاين لاعبين لازم يكونوا، وكاين لاعبين لازم ما يكونوش. بيصير ممكن لازم. تعرفوا عليهم وجهة نظر ما تلاقيناش، حكينا عمار. شوف مثلا في، وانا رايي متواضع جدا ويبقى رايي الخاص فقط. مثلا نحكموا على سبيل المثال مش على سبيل الحصر، نحكموا مثلا لاعب بن رحمه، وجوده في المنتخب الوطني الجزائري ولعبوا المقابلات كثيره بنفس الاداء يطرح عده تساؤلات. 40 مباراة 4 أهداف فقط مقارنه ماندي مارك اكثر منه في 10 سنوات. في 10 سنوات. شوف نحكموا برك لا كارير تاعو في لي كلوب، تحس باللي من النيفو